تبدأ القصة بسميرة، شابة طموحة أكملت مؤخرا دراستها الجامعية في سراييفو، عاصمة البوسنة، قبل أن تغادر إلى قرية نائية لتبدأ مسيرتها المهنية كمعلم. تودع جميع أفراد عائلتها. عند وصولها إلى القرية، تلتقي سميرة بأطفال القرية الذين يبدو عليهم خيبة أمل من معلميهم السابقين، ولكن مع مرور الوقت تدرك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الأطفال، بل في أن القرية المجاورة تتعرض لهجوم عسكري مدمر. تحاول سميرة الاتصال بعائلتها للإطمئنان على سلامتهم، ولكنها لا تتلقى ردا، فترسل لهم رسائل. خلال هذا الوقت تلاحظ أيضا أن بعض سكان القرية يتجنبون صحبتها. في صباح اليوم التالي تستيقظ سميرة على صوت صراخ. تنظر من نافذتها فترى أن جنودا مسلحين قد سيطروا على المنطقة، ويبدو على السكان الذهول. تحاول سميرة جمع أمتعتها الثمينة بسرعة، ولكن فجأة يقتحم جندي مسلح منزلها. حاولت أن تكون مهذبة وعرضت عليه مشروبا، ولكنه أبدى عدم اهتمام وطلب منها أن تجمع أغراضها وتنضم إلى بقية القرويين. اختلطت سميرة ببقية الناس في كنيسة مهجورة، وسرعان ما وصل قائد الجنود وأمر الرجال بالتفرق. ورغم محاولات الأم اليائسة للتمسك بأطفالها، إلا أنهم رضخوا لأوامر القائد. وكانت اللحظة الأكثر فظاعة عندما اقتيد الرجال إلى الشارع وأطلق عليهم النار بلا رحمة. أما سميرة والنساء الأخر فأجبرن على ركوب حافلات تنقلهن إلى أماكن بعيدة. وخلال الرحلة شاهدت سميرة الجنود وهم يشعلون النار في منازل القرية، وكأنهم يحاولون محو أي أثر لما حدث. وعند وصولهن إلى فسحة واسع أجبرن على النوم على الأرض للتعافي من الأهوال التي شهدناها. في صباح اليوم التالي استيقظ الجنود وتحركوا وكأن شيئا لم يكن. كان على الجميع الطاع، إذ بدا الجنود غير مستقرين ومستعدين لقتل كل من يعارضهم. ورغم نقص الطعام، شاركت سميرة بقلبها الطيب بعضا من طعامها مع الأطفال الجائعين. عندما لاحظت أن إحدى النساء في حالة حرجة وفاقدة للوعي، سألت إن كان هناك من لديه معرفة طبية ليساعدها، ولكن ممرضة نصحتها بترك المرأة وشأنها، بحجة أنه من الأفضل لها ألا تدري بالأهوال التي يعانونها جميعا. مع مرور الوقت بدأت النساء بالتكيف مع ظروف المخيم القاسية، ولم يعد لديهن ما يفعلن سوى رعاية الأطفال. في الليل وصلت شاحنات جديدة محمولة بالجنود، وبدأوا على الفور بتفتيش السجناء. في اليوم التالي لاحظت سميرة أن بعض الجنود يختارون فتيات معينات ويأخذونهن إلى منزل مجاور. شعرت سميرة بالقلق مما رأت، فحاولت تجنب الجنود وبقيت قرب الممرضة. بعد يومين عاد أحد الجنود إلى المخيم ونادى سميرة باسمها، ورغم أنها تظاهرت بعدم سماعه، لم يكن أمامها خيار سوى الذهاب معه إلى المنزل. هناك واجهت 3 رجال فاقدين للوعي يطلبون منها خلع ملابسها دون أن تغتسل أولا. عندما ترددت مزق أحدهم ملابسها، وبدأ كل منهم بالاعتداء عليها بوحشية. في خضم هذا الرعب حاولت سميرة الهرب، مركزة على حشرة تزحف على الجدار، ولكن الجنود لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل استمروا في تعذيبها حتى شعرت في لحظة حرج بانقطاعها عن جسدها، كما لو أن روحها تراقب معاناتها وتبحث عن سبيل لمساعدتها. انتشلتها ضربة حادة من أحد الجنود من حالة القلق هذه، ثم استيقظت في مكان مختلف محاطة بنساء وفتيات عانين مصيرا مشابها. تجبر النساء الأكبر سنا على أداء الأعمال المنزلية، بينما تعامل الأصغر سنا كممتلكات للجنود يتصرفون بهن كما يشاءون. تتعرف سميرة على فتاة صغيرة بين النساء وترعيها بتفان خاص، ساعية دائما إلى مواساتها. فجأة يظهر جندي ويأخذها إلى مكان آخر. هذه المرة تجد نفسها أمام جندي صغير جدا يبدو حائرا فيما يجب عليه فعله. تخشى العنف، ولكن لدهلتها يتبين أنه الطفهم. يحتضنها ببساطة ويبقى بجانبها نائما دون أن يفعل شيئا آخر. في اليوم التالي يصل جندي آخر ويأخذ إحدى الفتيات، مدعيا أنها أخت صديقه، ولكن هذا غير صحيح. عندما تعود الفتاة في اليوم التالي تكون في حالة يرثى لها، مغطاة بالجروح. تحاول سميرة والممرضة رعايتها، ولكن صحتها تتدهور يوما بعد يوم، حتى يستيقظن ذات صباح ليكتشفن أنها ماتت. يأخذ الجنود جثتها ويدفنونها كما لو كانت لا شيء. هذا يترك سميرة غارقة في اليأس.
مقتنعة بأن الجميع سيموتون في ذلك المعسكر، مصممة على استعادة ما يشبه هويتها، تقرر أن تعيش أيامها الأخيرة على الأقل مرتاحة لمظهرها. تبدأ بوضع المكياج والاهتمام بمظهرها على الرغم من اكتئابها الشديد. يحذرها رفاقها الأسرى من أن هذا قد يلفت انتباه الجنود، ولكن سميرة لم تعد تهتم برأيهم. في أحد الأيام تؤخذ سميرة إلى مكتب قائد رفيع المستوى يبدو عليه الانجذاب إليها ويريد التعرف عليها بشكل أفضل. يعاملها بلطف لأنه يعلم أنها هناك بالخطأ وأنها لا تنتمي إلى القرية. عندما تلاحظ سميرة صورة عائلية على مكتبه تحاول سؤاله عن عائلته، ولكنه لا يجيب. ثم تستعد له فترتدي فستانا أحمر وكأنها في موعد غرامي مع معجبة، متلهفة للقاء القائد الشاب. ورغم خوف النساء الأخر من أن تنتهي هذه العلاقة بمأساة، تؤخذ سميرة إلى منزله حيث يقدم لها الطعام والشراب ويعاملها باحترام، ولكنها تظل حذر خوفا من أي تغير مفاجئ في تصرفاته. فتختبئ في الحمام وتغلق الباب خلفها، ثم تعود إليه ويقضيان لحظة ممتعة. وعندما تحاول الاستفسار عن وضعه يرفض الإفصاح عن أي شيء. بعد أن قضت الليلة معه تعود إلى منزله وتبدأ فكرة الهروب بالظهور في ذهنها، خصوصا عندما تلاحظ منطقة غير محمية، ولكنها تستسلم سريعا عندما ترى جنديا قريبا. في اليوم التالي تلتقي بالقائد مجددا الذي يظهر تعاطفا أكبر معها ويسمح لها باستخدام الحمام للاسترخاء. وعندما تخرج يكون أكثر لطفا ويشاركها أخبار ابنه. تستغل سميرة الجو الرومانسي لسرقة بعض المسكنات وإعطائها سررا للسجناء الآخرين. مع مرور الوقت يتضح أن القائد مغرم بسميرة، ولكنها تخفي مشاعرها الحقيقية خلف ابتسامة وثقة زائفة، وكأنها تلعب دورا في مسرحية. تقرر سميرة أن تستغل هذا الارتباط لمحاولة الحصول على معرفة مكان عائلتها، فتسأل القائد عن هذا الأمر، وعندما يرفض الإجابة تصفه بالقاسي فيتأثر بشد ويدافع عن نفسه قائلا إنه فقد ابنه في الحرب. تدرك سميرة أنه أسير لماضيه المظلم ويعيش بإحباط. مع ذلك يظل القائد متمسكا بموقفه ويؤكد أنه سيظل مع سميرة رغم علمه أن هذا غير ممكن. تؤخذ سميرة مجددا إلى منزله حيث يكشف لها هذه المرة عن مشروعه الكبير، مستودع معدات عسكرية ضخم يشرح لها أنه يملك السيطرة الكاملة على المنطقة وأنه يسعى لتوسيع نفوذه. يطلب منها أن تكون جزءا من مستقبله ويمنحها حرية الاختيار، إما أن تقبل وتصبح جزءا من هذا العالم أو ترفض وتواجه العواقب. تشعر سميرة بأنها محاصرة ممزقة بين الرغبة في البقاء والخوف من فقدان ذاتها. برغم ذلك تحافظ على هدوئها وتوافق مؤقتة ساعية لكسب الوقت. في هذا الوقت يتصاعد التوتر في المخيم. تزداد معاناة النساء ويصبن بمرض جراء سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. تستمر سميرة في مساعدتهن بالمسكنات التي تسرقها وتصبح قدوة للقوة والأمل. تشعر سميرة بأنها منقسمة بين عالمين، عالم القائد ووعوده الكاذبة، وعالم زميلاتها الأسرى الذين يحتضنون الأمل بالهروب. في ليلة عاصفة تشهد سميرة مشهدا مروعا. يجمع الجنود عدة نساء ويجبرونهن على مغادرة المعسكر. يشيع بين السجناء أنهن سيستخدمن هداية لقادة آخرين. هذا المشهد يدفع سميرة إلى اتخاذ قرار مصيري. لم تعد تستطيع الانتظار. عندما تؤخذ مجددا إلى منزل القائد تستغل فرصة أثناء انشغاله وتحاول الهروب من النافذة. تجد نفسها في غابة مظلمة تركض بكل قوتها دون أن تلتفت وراءها، ولكن فجأة يلتقطها أحد الجنود. تستعد للأسوأ، ولكن لدهلتها يتبين أنه الجندي الصغير الذي كان قد أبدى طيبته من قبل. يساعدها على الاختباء ويعطيها اتجاها يمكنها أن تسلكه للهروب. بقلب يملأه الخوف والأمل تتبع سميرة الطريق وتركض بين أشجار الغابة، وبعد ساعات من الجري تسمع أصوات مركبات عسكرية. تختبئ وتدرك أنها وصلت إلى منطقة محرر يعثر عليها جنديون معادون ويقدمون لها الطعام والماء ويطمئنونها أنها الآن في أمان. تجهش سميرة بالبكاء ممزوجا بالفرح والحزن. تتذكر الجميع الذين فقدتهم، لكنها تدرك أنها على الأقل نجت وأن قصتها ستصبح شاهدا على الفظائع التي عاشتها.